برحب بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من ثقافة وإبداع. ضيف حلقة اليوم مشاهدينا فنان وموسيقي من طراز رفيع ينحدر من أسرة فنية عريقة. هو أيضا أستاذ آلة التشيلو في أكاديمية الفنون الكونسرفاتوار، وهو رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه. حيوا معايا مشاهدينا الدكتور خالد داخل. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. حضرتك منورنا على شاشه التلفزيون المصري الفضائيه المصريه. طبعا خالد داغر الموسيقار والفنان والمؤلف الموسيقي ده شق مهم جدا في حياتك، وفي شق تاني مرتبط ب مش هقول المنصب، هقول المهمه والمسؤوليه الملقاه على عاتقك في البيت الفني للموسيقى والمسرح والباليه. انا هبتدي بخالد داغر الفنان، وبعدين هنتكلم ويمكن نختم السنه كمان بالانجازات اللي عملتها الاوبرا والموسيقى والغنى خلال 2020 وخطتكم ايه ل 2023. هرجع بقى للبدايات. الموسيقى ابتدت معاك امتى وازاي؟ تاثرا بالاسره الموسيقيه والوالد طبعا الفنان الكبير عبده داغر. يعني هي البدايه كتعليم دي بدأت من وأنا في 5 ابتدائي، لكن طبعا بداية حبي للموسيقى أو شغفي بالموسيقى أو تعلقي بالموسيقى ده من بدايات من وأنا طفل، يعني لأن طول الوقت بسمع موسيقى في البيت. الوالد الله يرحمه طول الوقت يا بيذاكر يا إما عنده أصدقاء يا إما بيعزفوا مزيكا يا إما بيلعبوا عندهم بروفات. والحقيقه شفت في بيتنا نماذج على مر التاريخ، يعني زي مين بقى؟ اسماء طبعا عظيمه اكيد. يعني بدايه من عمار الشريعي مثلا، وده كان يعني كان نقله كده في حبي للموسيقى، لان اول ما شفت عمار شفته وهو بيعزف على الكيبورد والكيبورد كان في الوقت ده يعني عايز اقول لحضرتك في بدايه الثمانينات او اواخر السبعينات كان آلة غريبه يعني، وبيتعامل معاها بشكل، وهو كان عنده مشكله ان هو يعني بيتعامل حافظ مكان الزراير، وعايز اقول لحضرتك كان مبهر بالنسبه لي وازاي يغير الاصوات. فده كانت بدايه لشغفي بالموسيقى، وكان كمان بقى يعني كان شخصيه يعني جميله، يعني تكلمي معاه تحبي الله يرحمه. مرورا بقى بفنانين كتير بقى زي محمد الحلو وعلي الحجار كلهم كانوا يجوا البيت. كلهم طبعا كانوا تلامذة الوالد ودلوقتي انت اللي بتنظم حفلاتهم في دار الاوبرا المصريه، تلف الايام. وكمان الفنان او يعني المقرئ العظيم الشيخ محمد عمران، وده اخذ اكبر فتره مع الوالد انا حضرتها، يعني كانت فتره وجوده مع الوالد تقريبا كانوا بيتقابلوا كل اسبوع مرتين 3 يعزفوا مزيكا وهو يغني ويبتهل ويرتجل. طبعا محمد عمران من القلائل في العالم يعني. التجارب الموسيقية دي او البروفات او اللقاءات ما بين الفنانين الكبار دولت ده أثر فيا بشكل مختلف شوية، يعني كنت محظوظ. وقد ايه شايف علاقة المقرئين للقرآن بالموسيقى كانت علاقة وطيدة جدا، وما كانش فيه النغمة اياها اللي بتقول ان الموسيقى حرام والى اخره. يعني انت لحقت العصر الذهبي ده ايام ما كانوا المقرئين بيبقوا اصدقاء للموسيقيين، وفي انشاد وابتهالات يعني، والنقشبندي، وعندنا تاريخ عظيم الحقيقة من التسامح ومن الاسلام المصري الجميل. طبعا يعني كل المقرئين او اللي انا عاصرتهم او اللي انا شفتهم كانوا بيعرفوا المقامات، مش بس بيغني بالفطرة، لا ده هو عارف ان هو بيغني في مقام بياتي وينتقل لكرد وينتقل لحجاز، يعني بينتقل ما بين المقامات بحرفية شديدة، وهو عارف المقامات دي ومذاكرها ودارسها عشان كويس كده المقرئين قوي. المصريين اصواتهم طبعا رائعه، وقراءتهم خياليه يعني طبعا وساحره. ده شيء يعني جميل، من اجمل من اجمل يعني مش عايز اقول عليها الفنون، بس من اجمل
القراءة. القراءات اللي موجودة في الدنيا كلها، المقرئين المصريين طبعا. عشان كده إذاعة القرآن الكريم الحقيقة تطورت كمان جدا، وبقى يعني بقينا نسمع الحاجات الجميلة بتاعت زمان، الشيخ مصطفى اسماعيل وخلافه. لما بنفتح إذاعة القرآن الكريم فعلا بتبقى مختلفة عن أي مكان آخر. طبعا، بس كمان بقى أنا بضيف لحضرتك إن فكرة إنك تقعدي مع مقرئ زي الشيخ محمد عمران رحمة الله عليه، وتشوفي قد ايه هو لما بيغني بقى، هو بيغني، مش فكرة ان هو بيرتجل إنشاد. مش ما هوش بيقرأ القرآن، لا هو بيرتجل بالغناء، طبعا بكلام صوفي، بس حاجة قمة في الإنشاد الإبداع، والابتهالات قمة في الإبداع. يعني كان يجي عبد الله رويشد مثلا يجي عندنا البيت عشان يقعد يسمع الشيخ محمد عمران، فنانين. انت كمان شفت نجوم وفي سن صغيرة من العالم العربي. طبعا كانوا كلهم بيجوا علشان يعني مريدين للوالد والأصدقاء والفنانين المحيطين بيه. فدي الحقيقة كانت يعني بداية مهمة جدا. طبعا تنشئة، دي تنشئة يعني بيئة حاضنة عظيمة. وبعد كده لما بدأت تعلم الموسيقى بقى، فده كان بشكل في الكونسرفاتوار. بدأت من 5 ابتدائي، والحقيقة الكونسرفاتوار دراسة فيه دراسة كلاسيكية جدا، وانا في البيت منتهى شرقي جدا. أيوة. الموسيقى الشرقية. فده الحقيقة عمل عندي كده كونتراست، عمل مزج ما بين الفكرتين. بس ده حلو، هي طبعا ما هو عشان كده انا بعد كده أو يعني انا تأثري ده ادى الى ان معظم الموسيقات اللي انا بألفها هي يعني حوار ما بين الكلاسيك وما بين الشرقي او الموسيقى الشرقيه او العربيه يعني. بس آلة التشيلو آلة مش شهيرة أوي، يا ريت تكلمنا عنها ونطلع السادة المشاهدين عليها. هي طبعا آلة فخمة كده وكبيرة، ممكن فعلا انها تطوع للشرقي، لان هي دي اساس الاوركسترا التشيلو. هقول لحضرتك الآلات الأوركسترا هو ليه احنا عندنا كمانجا، بريمو كمانجا وسكوندو كمانجا، احنا ما نعرفش طبعا الكلام ده وفيولا وتشيلو وكونترباس. الله. الخمس سكشنات دي او الخمس مجموعات ديت كل مجموعه ليها ميوزك رينج او مساحه صوتيه. ليه مساحه صوتيه؟ عشان الهارموني ما ينفعش لو احنا الاتنين بنتكلم في نفس التون كده، مش هيبقى فيه هارموني، هيبقى فيه الاصوات هتضايق بعضها. لكن لو في حد بيغني في المساحه الصوتيه المنخفضه، وحد في منطقه الوسط، وحد في المنطقه الحاده، فهيبقى الكلام او الغنى او اللحن هيبقى له طابع، له الهارموني هنا بيبان. فعشان كده آلات الأوركسترا الوترية فيها كونترباس، وده بيمثل المساحة الغليظة، والكمانجا وهي بتمثل المساحة الصوتية العالية. التشيلو بقى في المنطقة الدافئة، منطقة الوسط. ودايما منطقة الوسط دي بتتسم بأن هي يعني أكثر تعبيرا، أكثر يعني أقدر أعبر بالصوت اللي هو الناعم ده، الوسطي ده، اقدر اقول بيه الجمله، اقدر يعني صوت بيوصل اكتر من الصوت الحاد او الصوت الغليظ. فعشان كده آلة التشيلو آلة طبعا ما فيش آلة اهم من الثانيه في الاوركسترا، بس نقدر نقول انا بحب آلة التشيلو لان طبعا هي آلة معبره، وبقدر بيها اعبر عن اي مشاعر يعني. ده صحيح. وما كنت متتخيل في يوم من الايام ان انت مش بس هتدرسها وهتدرسها وتكون استاذ في الاكاديميه وبتدرس وتكون استاذ لآلة التشيلو؟ يعني كل تقريبا الطلبه اللي بيدخلوا الكونسرفاتوار بيبقى طموحهم ان هم يكملوا المسيره، يبقوا اساتذه والطموح ده كان عند حضرتك؟ طبعا. وكمان كان الطموح اكتر ان انا اسافر واكمل في اوروبا. بس ده حصل. انت حضرتك عازف شهير، دكتور خالد بس من تواضعه وعزف في كل اوركستراز العالم، مش كده؟ عزفت طبعا مع اوركسترات كتيره في العالم، منها اوركسترا شباب البحر الابيض المتوسط، وده انا عزفت فيه مرات عديده، اوركسترا برلين الدولي. يعني عزفت مع مجموعات مختلفة في العالم كله. وطبعا كان من ضمن الطموح ان انا اكمل، بس انا يعني سافرت، عملت دراسات لفترة
قليله يعني، وما قدرتش ابعد عن يعني انا من يعني الانواع. الدكتوراه من مصر. الدكتوراه، الماجستير والدكتوراه من مصر. تمام. يعني انا من الناس اللي ما بقدرش ابعد عن مصر. يعني يعني وجودي في مصر، او انا بحب وجودي في مصر، وشايف ان اهم ان الواحد لو بيعمل عنده خبرة او بيكتسب خبرة او اي تراكمات، لما تبقى في مكانه في بلده افضل بكتير. طيب موقع اوركسترا القاهرة السيمفوني ايه بقى ما بين اوركسترز العالم اللي انت شفتها، سواء بقى فيينا او حتى في مسقط؟ توجد اوركسترا في مسقط شهيرة جدا. وضعية اوركسترا المصرية ايه؟ هقول لحضرتك بأمانة يعني وضعنا متوسط مثلا. اوركسترا القاهرة السيمفوني مر بمراحل أكيد. مختلفة، وكل مرحلة بيبقى ليها اسبابها. يعني في مرحلة في مرحلة الستينات والسبعينات كان اوركسترا القاهرة السيمفوني بيجيله مايستروهات من افضل المايستروهات في العالم. كان في عازفين من افضل العازفين في العالم. عايز اقول لك مش بس العازفين، الالات اللي كانت بتيجي، الالات الموسيقيه اللي كانت بتيجي الاوركسترا القاهره السيمفوني كانت من اغلى وارقى الالات في العالم. وده لان كان الحياه الماديه في مصر كانت مرتفعه تتيح ان جدا، احنا نقدر وتتيح ان نستورد. احنا، وكان كل الاجانب حلمهم ان هم يجوا يعزفوا في اوركسترا القاهره. فعلا. طبعا احنا جالنا كمان مؤلفين عظماء قادوا الاوركسترا وعملوا مؤلفات زي خاتشدوريان. فمصر لا يعني في الوقت ده كان الاوركسترا السيمفوني كان من اهم الاوركسترات اللي موجوده في العالم. بس بعد كده بقى ابتدت الهجره بقى، الاجانب المعيشه بالنسبه لهم بقت غاليه على الانكم اللي هم بياخدوه. ابتدى يبقى في مصريين، يبقى بدائل. ففي يعني في فتره كده، في فتره الثمانينات كان الاوركسترا معظمه بقى مصريين. ودي الفتره اللي هي شهدت بقى تخرج دفعات كتيره من اوركسترا من معهد الكونسرفاتوار. فده كان المكان اللي بيخرج العازفين للاوركسترا. كانت فتره ذهبيه جدا جدا جدا، فتره الثمانينات، بعازفين معظمهم مصريين. حضرتك كان عندك تجربه او شاركت في تجربه مهمه في مصر، انا مش فاكره اتعملت تقريبا في اوائل التسعينات، اللي هي مزار المصري. شاركت انت في التجربه دي؟ يا ريت تكلمنا عنها وتحكي لنا عنها. التجربه دي كانت في منتصف التسعينات، ودي كانت الفكره فكره الدكتور احمد مغربي، هو مصري، وأوج دي كورسان ده مؤلف فرنساوي. والحقيقه انا كنت بساعدهم في فكره المزج ما بين الالات الشعبيه والتيمات الشعبيه والعازفين الشعبيين وموسيقى موتسارت، والمزج ما بين النوعين. وانت طبعا متربي في بيت ادالك الباك جراوند او الخلفيه دي الى جانب دراستك في الاوركسترا. الحقيقه دي كانت بقى ايه يعني، كانت بالنسبه لي تجربه جميله جدا، من التجارب اللي انا كنت يعني بحبها جدا، ولذلك يعني ما ترددتش خالص ان انا اساعدهم في ده. والحقيقه عملنا يعني البومين، والالبومات دي عايز اقول لحضرتك ان هي جداً. مش نجحت، دي عملت مبيعات مذهله في منتصف التسعينات. يعني كانت المبيعات كانت في التوب 10 مع مادونا ومع الحاجات اللي هي كوميرشال قوي يعني. فدي كانت نقله مهمه قوي للموسيقى الكلاسيكيه في اوروبا كمان. وانا كان في الالبوم الثاني كان ليا عمل بتاعي انا اللي كنت عامل الري ارينج او الصياغه المصريه، وهي كانت اين كلاين ناخت موزيك، ده اسم المؤلفه، وانا حولتها لليله موسيقيه او ليله مصريه. الله. والحقيقه دي لاقت نجاح كتير، وهي مسموعه يعني نقدر نسمع منها جزء. طيب اسمح لنا ان احنا نخرج بفاصل، مشاهدينا فاصل ونعود.
ورجعنا لكم مشاهدينا بنستكمل حوارنا مع الدكتور خالد داغر المؤلف الموسيقي والعازف الموسيقي الذي ينحدر من أسرة فنية زي ما قلنا عبده داغر، والحديث عنه يطول وما بينتهيش. لكن يعني أنا هختم بسؤال ليه علاقة بالأستاذنا طبعا عبده داغر، وهرجع بقى للدكتور خالد داغر. هل أنت قعدت اكتشافه بعد رحيله؟ يعني الفنانين الكبار دي سمة فيهم، لغايه دلوقتي بنكتشف حاجات مثلا عن السنباطي، لغايه دلوقتي بنكتشف حاجات عن بليغ حمدي. يعني في ظني انه الكلام عن بليغ حمدي الان يمكن اهم بكتير من ما كان عايش مثلا، ما كانش يمكن مقدر قوي كده. الناس يعني النفائس دي زي الاحجار الكريمه، كل ما بتقدم كل ما بنعرف قيمتها وغلاوتها. فهل انت قعدت اكتشافه بعد رحيله؟ لا طبعا ما اقدرش اقول ان قعدت اكتشافه. لا، عبده داغر اهم بكتير قوي من ان، لا يعني فنان مهم طبعا جدا. طبعا. موسيقاه يعني عايز اقول لحضرتك ان هو له طلبه من اجيال مختلفه. يعني بقالنا تقريبا 40 او اكتر من 40 سنه عنده اجيال. يعني الله يرحمه، يعني لغايه من سنتين ثلاثه كان طلبه الكونسرفاتوار وموسيقى عربيه، كل دول طلبه وطلبة بيدرسوا الكونسير كمان كانوا يحبوا ان هم يقعدوا مع طبعا الفنان عبده طبعا داغر عشان الموسيقى الشرقيه، رغم ان هي طبعا مختلفه عن اللي بيدرسوه. طبعا. بس هو انا عملت حاجه في سنه في مهرجان الموسيقى العربيه، الدوره ال30 اللي هو 2021. كان دي السنه اللي هو توفى فيها. فكان المهرجان او دوره المهرجان مهداه الى روح عبده داغر. فكان في حفل الافتتاح لازم طبعا نقدم موسيقى لعبده داغر. طبعا. فانا في الحفله دي عملت توزيع جديد لموسيقى. انت بدأت تألف موسيقى في 2009 مم. للدراما وللسينما. مم. البداية المتأخرة دي ليه بقى؟ ايه اللي خطفك؟ يعني هل العزف خطفك؟ التدريس في الأكاديمية خطفك؟ ايه بقى الحكاية؟ هقول لحضرتك، هو طبعا انا لما وانا بدرس كان طموحي ان انا ابقى عازف يعني. طبعا. وعازف في ناس ما متميز بتقدرهاش يعني. على فكرة، اوقات بيعتبروا العازف ده يعني آلاتي. قد ايه العازف ده حاجة مهمة. يعني البعض لا يعتبر انه العازف مهنة مهمة. الناس في ناس مش فاهمة على فكرة ده. في كلمة آلاتي هي مش كلمة مش وحشة مش ولا عيب. آلاتي ده يعني بس انت بيعزف عارف آلة يعني. جرى العرف على استخدامها بشكل يعني معلش في كلمات كتيرة في حياتنا صحيح. بنستخدمها على اساس ان هي كلمات قبيحة، لكن هي stereotypes. الحقيقة ده حقيقي. كلمات عادية يعني.
السؤال كان ايه؟ السؤال كان لماذا تأخرنا في التأليف ليه الموسيقي بقى؟ هقول لحضرتك. للدراما والسينما؟ انا كنت من بعد خسارة. ما اتخرجت وانا بعزف موسيقى وبسجل مع، يعني تقريبا سجلت مع معظم المؤلفين الموسيقى في الوقت ده. راحل عمار الشريعي، مع عمر خيرت، مع ياسر عبد الرحمن، مع كتير يعني، حتى هاني مهنا، ومؤلفين كتير كانوا في الوقت دوت. انا اتعاملت معاهم وسجلت معاهم، فانا كان عندي خبرة في تسجيل كعازف. لغاية ما بالصدفة كده في طبعا عملت التجربة الأولانية في حياتي إن أنا أكتب موسيقى، وده كانت في منتصف التسعينات في الألبوم اللي هو مزار المصري. بعد كده بقى جات لي فرصة تقريبا في 2009. حد من الأصدقاء كده كان بيحضر لفيلم وسألني احنا ممكن نعمل مع بعض ده كتر خيره اللي سألك ده. ممكن تعمل لي موسيقى تصويرية للفيلم ده. فابتدينا، عجبتني الفكرة، فقلت طيب ليه لا؟ فابتدينا نقعد ونتكلم ويحكي لي، وقلت له طيب خلاص انا هشتغل. الحقيقة ما كملش المشروع ده، لكن في نفس التوقيت نفس الصديق ده كان بيعمل زي اعلان ديكومنتري كده لمدة دقيقة. فقال لي انا عايز موسيقى لمده دقيقه، الموسيقى يبقى الطابع بتاعها كذا كذا كذا. فانا طبعا اخدت الكلام ده بقى، وكنت عندي يعني متحمس جدا يعني. فعملت، بدل ما اعمل دقيقه واحده، هو محتاج دقيقه واحده موسيقى، انا عملت مثلا بتاع 5 مقطوعات مختلفين باشكال مختلفه، كل شكل دقيقه كامله. فالحقيقه كان اول ما عملت التجربه دي حسيت بقى بحالة مختلفة تماما. حالة انك انت ان انا الجملة بتاعتي مش انا اللي بعزفها، لا انا يعني اللي مخترعها، انا المؤلف، انا المخترعها. فدي كانت نقلة بقى طبعا. فكرة ان لما يبقى في جملة او في موسيقى انا بعزفها، الله جميلة، العزف حلو، دي حاجة غير بقى الله الجملة دي حلوة، الموسيقى دي حلوة، دي ليها يعني تأثير مختلف تماما. ومن هنا بقى يعني انطلقت الشرارة بقى. أول فيلم كان إيه بقى؟ فكرنا. وأول مسلسل؟ أول فيلم كان فيلم صرخة نملة مع المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله. بالظبط كده. نعم. وكمان كان أول مسلسل الحارة نيلي كريم، وكان برضو مع المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله. بعد كده بقى توالت الأعمال، دوران شبرا، فرح ليلى، يعني عملت بقى مسلسلات كتير وأفلام. والقاهرة كابل. والقاهرة كابل ده من آخر ومن أهم المسلسلات. ايه بقى الجديد لخالد داغر خلال الفترة المقبلة وخلال السنة الجاية 2023؟ محضر لنا ايه بقى كعازف وكمؤلف موسيقى؟ بإذن الله أنا بوعدكم إن أنا أعمل أول حفلة من حفلاتي أقدم فيها موسيقى لأعمالي، وده ضمن سلسلة حفلات في دار الأوبرا المصرية، بتتبناها دار الأوبرا المصرية، سلسلة حفلات للمؤلفين المصريين المعاصرين. لكن ان يبقى انا عندي جمهور بيجي يسمع موسيقى، طبعا دي حاجه ارقى بكتير يعني. فكره صحيح. سماع الموسيقى دي حاجه منتهى الرقي ولغه عالميه بطبيعه الحال. بالظبط. فانا يعني بتمنى ان شاء الله او يعني
ان شاء الله بتمنى الفكره دي او سلسله الحفلات دي تلاقي جمهور يبقى مبسوط بيها. طيب تسمح لنا ان احنا نستكمل الحوار، لان انا ما اتكلمتش نهائي عن رئيس الاداره المركزيه للبيت الفني للموسيقى والاوبرا والباليه. يمكن عرفنا حاجه واحده بس، هي موضوع حفلات الموسيقى التصويريه اللي هتكون في دار الاوبرا المصريه خلال 2023 وبدات في نهايات 2022. لكن الحقيقه الدكتور خالد داغر تولى هذه المهمه او المسؤوليه طوال سنتين كانوا صعبين جدا. فالحقيقه انا عايزه اتكلم عن انجازات دار الاوبرا المصريه واحنا بنختم العام. كمان عايزه اعرف ايه اللي حصل في حفله الموسيقى العربيه ومهرجان القلعه وغيره وغيره، لانه الدكتور خالد داغر وصل الموسيقى الحقيقه لاقاليم واطراف مصر وخرج خارج اسوار الاوبرا بالموسيقى في كل ربوع مصر. فتسمح لي انا استكمل مع حضرتك هذا الحوار في الحلقه المقبله. طبعا يشرفني. أنا بشكرك جزيل الشكر ونورتنا النهارده يا دكتور خالد، وانتظرونا مشاهدينا في الأسبوع المقبل واستكمال لهذه الحلقة والحديث عن البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه مع الدكتور خالد داغر.